السلام عليكم، يا مساء الغلا والمعزة لأحلى متابعين. راح نشارك معاكم الوصفة للنهار اليوم اللي هي الملاوي. وكما راكم تشوفوا معايا راهم جو ما شاء الله مورقين وخفاف. تقدري ديريهم في المساء مع كاستاي بالنعناع، كما تقدري ديريهم مع القهوة لمحبين القهوة. وراح نتجه مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. خليكم معايا. راح نبداو على بركة الله. راح نجيب الكاس، تقدري تخيري اي كاس انتي عندك من المطبخ يساعدك ولا موالفة تستعمليه. انا عندي هذا الكاس، راح نعمره حتى لحد 400 جرام وتعمره بالسميد الرطب نتاع العريك، سميد قعرك كما يقولوا القبائل. هنا راح نعمر هذا الكاس بالسميد كما راكم تشوفوا معايا. راح نزيد نحط له نصف ملعقة صغيرة، يعني قيس رشة نتاع خميرة تاع الخبز، ونزيد ملعقة صغيرة نتاع سكر وملعقة صغيرة تاع ملح. الملح هنا حسب الكمية، أنا الكمية اللي درتها ملعقة صغيرة راح تكفي لي. وراح نحكم نخلط كل هذه المقادير ونعمر 250 جرام نتاع ماء. كما كنت درت 400 جرام راح نديرها 250، يعني نصف 200 ونزيد 50. هكذا ونحركهم باش يدخل الماء هذاك في وسط السميد. وراح نجيب الميكسور ونميكسي كاع هذاك الخليط، نميكسيه مليح. لازم تميكسيه مليح واحد 5 دقائق هكا وانتي تميكسيه. تطفاسو انتي غير تشوفي بلي هذوك الخيوط نتاع العلك بداو يبانوا، راح تحبسي ثماك، راح تحبسي. واذا ما شتيهمش خرجوا تكملي حتى وين تشوفيه بلي بدا يدير الخيوط. اذا كان سميت شباب تسويت راح يخرج لك، يتعلق معك. كما انا رابيد راهو خرج لي، ما وصلوش 5 دقائق كان بان لي هذوك الخيوط وحبست. دوكا راح نجيبو 250 نتاع فارينة، 250 جرام تاع فارينة، وراح نلمو. انتي ديري 200 وشوفي بيدك اذا شتي بلي لازم تزيدي باش ما تيبسيهاش. هنا راح نلم هذيك الفارينة كاع مع هذاك السميد ونحاول نجمع الفارينة من الاطراف. هنا راني لميتها. وراح نجيب كيس بلاستيكي وراح نخليها ترتاح مينيموم نص ساعة. كما انا هنا في هذه الوصفة خليتها ساعة، يعني درتها ورحت درت شغلات واحد اخرين ووليت ليها بعقلي. يعني تبداي بها تخليها وتعاودي تولي ليها. هنا كانت فاتت ساعة، راني رحت ليها هبطتها شوية بيدي ونحاول اني ندلكها. هنا كي تدلكي العجين نتاع المعارك ولا الملاوي ديما لوي برك، ما لازمش تقطعي العجين، غير تلويه غير بالعقل هكذا كما راني ندير، غير تجمعيه غير تلويه غير بالعقل. هنا ما نقطعوش، ماشي كما تعجني الخبز ولا حاجه اخرى راح تقطعي العجينه. هنا ما تقطعيهاش غير تليميها، تعجنيها دلك غير بسيط وتجيبي الزيت وتبداو تلوزيهم. احنا نقولوا تلوزيهم. هنا راني درتهم صغار، اللي تحب تكون دير هاد الملاوي طوال شويه ولا كبار شويه تكبر حجم القرصه.
كاين اللي يقول تلوز وكاين اللي يقول تقرصيهم. نخليهم يرتاحوا 5 دقائق ونوليو ليهم. نجيبو كاس نديرو فيه نص زيت نص زبدة ونفتحو ونحركو هكا زبدة عادية بحرارة المطبخ ونخلطوها مع داك الزيت ونبداو نفتحو بها هادوك الملاوي. راح يتفتحوا معانا بكل سهولة. راكم تشوفوا كيفاش العجين راهو يجبد وحده. ونجيبوا كاس واحد اخر ونحطوه فيه شويه نتاع سميد الرطب ونرشوه من الفوق رشه خفيفه هكا من الفوق. نطبقوا هذوك الملاوي خطرة ونزيدوا نديروا له الزبده والزيت ونزيدوا السميد الرطب ونزيدوا نطبقوهم دوزيام فوا. ومن بعد نجبدوهم شويه هكا بالطول ونبداو نلويو. والاخير هذاك تجبديه شويه وتدخليه من الاسفل، دخليه كيما العقده تعقديه باش ما كي يطلق روحه كي تخليه يرتاح ما يتحلش. هنا بيد ما حطيت طاجين يسخن كان العجين ارتاح وبديت نقرص فيه ديريكت مباشره نطيب فيه هكا على نار متوسطة، وغير تحطيه يطيب تقلبيه ديريكت ما تخليهش حتى نطيب من التحت. هي هكذاك صفرة تقلبيها وتخليها طيب وتبقاي تقلبي وتحركي باش تتنفخ من الداخل وما تجيش معجنة. راح تبدأ تتنفخ غير بالعقل وتتورق معانا وتجي ما شاء الله. وتقدري تكملي طيابك ديري 3 كيعودوا هكا صغار يرفد لي الطاجين نقدر ندير حتى ب3. وهذا كان الشكل النهائي الوصفة تاعنا تاع اليوم، وان شاء الله تنال اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسوناش في لي جام ولي بارطاج ولي كومونتير. وجمعة مباركة وشكرا على المتابعة.